السلام عليكم خياتي. اليوم ان شاء الله تتكون وصفه اللي هي تاع ماشطو لوبيا العريضه، اللي هي هاي لك. هذه عندي هاك البصل والطماطيش واللحم. هاي لك انا حنوريكم كيفاش نقطعها. نحول هادو الزوائد هانو وانا حنقطعها على شكل خروطات هكذا، يعني تزيين واحد كيفاش يحب يقطعها. كاين اللي يحب يقطعها وحده على زوج، انا حبيتها بس هذه عريضه ما حشتش انا شابه كتقطع وحده على زوج، بصح كي ديريها بهذا الشكل هايليكم شباب. هايلي كيفاش قطعتها. انا حنكمل نقطعها كامل. هاليك بعد اللوبيا تاعنا ما قطعناها، هايليك كنت قطعتها وغسلتها. انا ما حش نغليها بس كنت نغليها احط لها قاع ديك البنه. انا قبل نديرها طيب في الطنجره تاعي. عندي هنايا حبه بصل كنت قطعتهم طوال متوسطين، حبه طماطيش انا ربيتهم نحيت لهم الزريعه وربيتهم، يعني تقدر تنحي لها القشره وتقطعهم دي موسو، انا ربيتهم. عندي هنايا توابل، فلفل عكري وعندي الملح شويه تاع فلفل الكحل، عندي فنجان تاع الزيت وعندي 3 سنات كبار تاع الثوم، وعندي هنا اللحم تاعي هنا بكري. تحبي ديري بكري تحبي ديري غنمي، وتقدري هذه المشطو العريضه تقدري طيبيها بلا لحم. هايلك انا حطيت اللحم تاعي، يعني كما قلت لكم على حسب افراد العائله تقدروا تستغناو عليه. حندير له فنجان تاع الزيت، حندير له 3 سنات ثوم يكونوا كبار، حندير له توابل فلفل الكحل والملح فلفل عكري، وحندير فلفل طوشي. كما قلت لكم هذا فلفل طوشي تقدروا تستغناو عليه، انا تعوضي غير بالفلفل العكري، انا نحب نطيب به، واللي عنده حار يدير الحار. راح نحطهم دوكا يتقلاو وانا عاود ثاني نتقلا. يمكن يتقلاو مليح راح نمرقو. هاوليك انا بعد ما تقلاو مليح راح نعملو هنا، لازم يكون الماء سخون الاحسن باش اللحم تاعنا بالخفيف يطيب. نديرو حوالي لتر ونص، حنا اللحم تاعنا بقري ماشي غنمي، ولي ما يطيب اللحم تاعي يكون ماشي طياب تقدري ديريه في لاكوكوط تاعك. دوك انا بعد ما نشوف اللحم تاعي تخلو شويه تاع طياب راح نرميلو اللوبيا المشطو تاعنا العريضه. ومن بعد اللحم تاعنا بعد ما طاب يعني تخلو شويه طياب، انا نشرب لي الماء، انا زدت له شويه تاع الماء. راح ندير المشطو تاعنا عريضه، انا درت هنا حوالي كيلو، وما يعني كل دوكا يعني ما راحش تقعد هكذا راح تولي تحبط. ديك نشوفها يعني شويه يعني تبارت لي شويه راح نرمي عليها البصل والطماطيش تاعها مصبره تاع البايض. هاي لك بعد ما تبارت لي واحد 10 دقائق يعني يدخلها شويه طياب، راح ندير لها البصل طماطيش مليناش حبات ربيتهم، راح نقص لها الفرن ونخليها تتجمر. الماكله على بالكم كتبغيو تكون مجمره راح تجيكم بزاف بنينه ان شاء الله. كي طيب نوريها لكم ان شاء الله في صحن التقديم. هاي بيان ماشطو تاعنا العريضه بعد ما طابت وانا خليتها تتجمر. هاي كيفاش جاتنا، نتمنى تجربوها والله بزاف بنينه. هذه طريقه عجوزتي. نتلاقى معكم في وصفات اخرى ان شاء الله، والسلام عليكم.